اسمعوا أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. أتحدى لو قلنا لك صنف هالخطبة كيف تصنفها؟ اسمعوا الخطبة وصنفوها. هل هي خطبة إيمانية، اجتماعية، سياسية، عسكرية؟ صنفوها زي ما تبغون بس بعد ما تسمعونها. قال أيها الناس، ايش بيقول؟ يخاطب الناس كلهم. قال أفشوا السلام. يقول أسعد بن زرارة والله إن كنا حاطين يدينا على سيوفنا ننتظر فقط، يقول ارجعوا لمكة وقاتلوهم. قال أفشوا السلام. وش معنى أفشوا السلام؟ اسمعني أنت اللي في بيتك أنت وأنت هي المرأة، أفشوا السلام مو فقط إلقاء التحية، هذا جزء من التعريف. حرك السلام في بيتك، ابتسم في وجه عيالك، طمنهم، بشرهم. الإعلامي اللي خلف جواله ولا في شاشة ولا يصور، بشر الناس، طمن الناس، ريح الناس، انشر الفأل بين الناس. لا نثير الرعب في قلوب الناس في أي موقف من المواقف في الدنيا والحياة. الكلام الذي يتلقاه الإنسان والشاشة التي يراها والموقف الذي يعرفه والكلمة التي يسمعها تؤثر وتلعب دورا مهما، إما سلبا وإما إيجابا. النبي يقول أفشوا السلام، أنا رسول سلام. حرك الابتسامة في بيتك، وحرك الضحكة مع زوجتك، وحرك الأمن في قلوب أطفالك والاستقرار الأمني. إياك والعنف، إياك والتخويف، إياك والتهويل، إياك والتضخيم، إياك والتعقيد. سهل الأمور. المؤمن هين لين، المؤمن ييسر ولا يعسر، يبشر ولا ينفر. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك وش قال لهم؟ أفشوا السلام وصلوا الأرحام. والله يا ليتنا نصل أرحامنا بتلفون. ثم إيش قال لهم؟ ترى هو يقول صلوا الأرحام، هذا ذكاء وبعد نبوي، لأنه شايف الأوس والخزرج في عراك وفي صراع. يمكن عندك أكثر من زوجة في البيت وبينهم مشاكل، فرصتك أن تحل هالمشاكل. يمكن عندك عيال وأبناء بينهم مشكلة، فرصة أن تحلها. يمكن في أعمام أخوال بينك وبينهم مشاكل، أعد ترتيبات أولوياتك وأوراقك. قال صلوا الأرحام، ثم قال إيش؟ وأطعموا الطعام. هو يناظر في المهاجرين جايين من مكة مساكين ما معهم مال ولا غذاء ولا طعام وهل هم موجودين وجايين غرباء، ولا يبغى يقول أطعموهم يعني تراهم فقراء. قال وأطعموا الطعام، ضمنية يفهمها الأنصار. فأنت أطعم الطعام، أكرم أهل دارك، تصدق بالمناسبة. ترى صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما تدري هالصدقة قد تكون سبب للخيرات في الأرض، ليست فقط عليك، وبركاتك في نفسك وفي أهلك وفي ولدك. والصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تقربك إلى الله، الصدقة تفتح لك أبواب الخيرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يطعموا الطعام. ثم قال وصلوا بالليل. الله 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 الله. والناس ايش؟ احنا كنا نصلي في المساجد جمعة وجماعة. الظروف الصحية وسمعا وطاعة علقت الصلوات في المساجد، علقتها. طيب ما دامت تعلقت الصلوات، هل يعني أن لا نصلي؟ لا، بل نصلي وأجرنا مكتوبا كأننا في جماعة المسلمين. كانت بصيغة الجمع أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة. وكذلك كان في صيغة مفرد يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وصلي لربك وانحر. اليوم أنت قد تكون لوحدك مع زوجتك وأبنائك في البيت، صلوا جماعة وصل في بيتك. فإذا فرغت إيش؟ فانصب، يعني قم إلى الصلاة وإلى ربك فارغب. وهذا الذي جاءت به الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بالليل والناس نيام. بالمناسبة تعرفون أن قيام الليل كما جاء في الحديث أنه يزيل أدواء الجسم، العلل والأمراض الموجودة في الجسم أحد أسباب علاجها صلاة الليل وقيام الليل. وصلاتك في مصلاك في بيتك، أذن حتى يردد أبناؤك الأذان. حافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. ولا تنام، وعلم أولادك ألا تفوته الوتر، وأعط عيالك فرصة ألا تفوت تكبيرة الإحرام. أولا قد يكون في فترة المساجد يتأخر هذا الإمام، يقيم مبكر، لا يدرك المسجد، المسافة بعيدة. اليوم اجمع أبنائك، لا تكبر بس لا يخرج الوقت إلا وقد اجتمع أبنائك، خلهم يدركون 40 صلاة حتى يأخذون براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. خلاصة الأمر، ارفع روح المعنوية لدى بيتك والإعلام لدى من يتابعه. هذا ديدا والله العظيم أن رفع الروح المعنوية سنة نبوية.